دكتور عبد الله، ولكن لنعود إلى وزارة الصحة، ماذا عملت هذه الوزارة لتفادي مزيد من الإصابات؟ كذلك ماذا حصل بالنسبة لعلاج المصابين، وما هي الوسائل التي تعملها الوزارة لتوعية المواطنين؟ طبعا منذ بداية هذا المرض والفيروس منذ أكثر من عامين، وزارة الصحة أولا عقدت اجتماعات عديدة للجنة العلمية الوطنية، وضعت بروتوكولات، وضعت توصيات، وضعت تثقيف للممارسين الصحيين في كل المستشفيات عبر تعميمات صادرة من وزارة الصحة واللجنة العلمية الوطنية. وقامت الوزارة بثلاث حملات توعوية وطنية عبر كل وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الحملات مستمرة، والحملة الرابعة تبدأ يوم غد بإذن الله تعالى. كما لم تتوقف وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، عبر كذلك قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة، سواء كانت تويتر أو اليوتيوب أو فيسبوك، ورقمها المجاني 800، ورقم الطوارئ 937، بتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم وتوضيح الأمور لهم بشكل علمي ومن خبراء مختصين. وسوف تستمر الوزارة والقطاعات الصحية بنفس النمط إن شاء الله.